كرة القدم أهم وأشهر الألعاب في العالم. ربما لا توجد دولة في العالم لا يوجد لديها فريق كرة قدم، لكن الدول في العالم والتي حدث فيها انقلاب عسكري تعد على أصابع اليد الواحدة. مصر إحدى تلك الدول، ورغم ما نقوله كل يوم عن مصر وكأننا في عالم آخر، وجدنا صور الآلاف اليوم ذهبوا لمشاهدة مباراة مصر وغانا في مكان بعيد عن العاصمة وفي منطقة شبه نائية، ومئات الآلاف بل الملايين شاهدوها من منازلهم واستمعوا للمعلق وهو يقول: هذا هو جمهور مصر الاستقرار والأمن والأمان. ما أوجب علينا أن نوضح كيف يتم استغلال الكرة في السياسة، وما هي المواقف الكروية التي استغلتها السلطة. موسوليني الزعيم الإيطالي الفاشي استثمر النصر الذي حققه المنتخب الإيطالي باعتباره نصرا للفكر الفاشي. مثلا في عام 1969 كانت مباراة فاصلة في تصفيات كأس العالم سببا لقيام حرب بين هندوراس وسلفادور. مثلا إيران حين واجهت الولايات المتحدة في فرنسا عام 1998 انتصرت بهدفين لواحد، ما جعل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي يقول بعدها إن إيران أذاقت العدو طعم الهزيمة مجددا. مثلا الأرجنتين بعد سنتين من وصول الطاغية قائد الجيش الأرجنتيني خورخي فيديلا للحكم عبر انقلاب عسكري بدعم كبير من المخابرات الأمريكية، لجأ فيديلا وبتنسيق ودعم أمريكي كشفت عنه وثائق الويكيليكس مؤخرا إلى استخدام سياسي بشع للكرة كوسيلة لإلهاء جموع الشعب الأرجنتيني وإدخاله في دوامات مخدرة حتى يتعامى ويتناسى جرائمه. مثلا وبينما كان عشرات الآلاف منهم يملؤون استاد مونومنتال عام 1978 وتتعالى صرخاتهم وتشجيعاتهم في نهائي كأس العالم والذي نظمته الأرجنتين حينها وفاز بها أيضا، كان هناك على بعد كيلومترات قليلة عشرات الآلاف من الشباب الأرجنتيني يعذب ويقتل ويشرد في أبشع سجون عرفتها القارة اللاتينية. كذلك في مصر، فعلى بعد أمتار من استاد برج العرب والذي فازت فيه مصر على غانا يوجد سجن برج العرب والذي خسرت فيه البلاد الكثير من الكرامة والعزة. للكرة والسياسة في الحقيقة مواقف جيدة، لكن بينهما أيضا مواقف سيئة كثيرة. نحن لسنا ضد كرة القدم بالمطلق، ولكننا ضد استغلال هذه اللعبة في السياسة واعتبار انتصار فريق انتصارا لنظام أو لفكر أو لسياسة غير روح الرياضة والكرة. وأتعجب أيما عجب من بلد شغله الشاغل انقلاب عسكري دمر البلد على كل الأصعدة بينما ينشغل الناس بالكرة.